أنا شايفة أن البكيني حرية شخصية. هذا الشاطئ من شواطئ الكويت، شلون بنت لابسة بكيني وقاعدة عليه؟ عادي، ما له شغل. إذا بنتكلم قانون فبنعتبره حرية شخصية ولا بنعتبره مخالفة للآداب العامة؟ حرية شخصية. حرية شخصية بس مو بدولة الكويت أو دولة إسلامية. كل واحد يلبس اللي شايف أنه مناسب له ومناسب البيئة مالته. أنا أشوفها مخالفة للآداب العامة. حرية كيف؟ أنا كيف أسوي شيء حرية شخصية، أنا كيف ألبس شيء حرية شخصية. إذا بنتكلم دين وقلتوا لي البكيني حرام للبنت، بقول لكم الشورت حرام للولد. هي لابسة بكيني. حتى أنت لابس شورت. أنا لابس شورت، أنا صبي، بس هي وإذا أنثى عورة هذا. كشاب تتضايق لما تقعد بنت جنبك لابسة بكيني؟ بالعكس. اقول لك الصراحه بالعكس، انا اتضايق ليه؟ بتفرح. بتفرج بقى. إحنا يعني بمجتمع أكيد يضايقونا ونتعرض لمواقف، مثل يعني مثلا أحد مثلا يخز مثلا شوية أو يعلق. في البعض يقول أكيد الناس بتخز وبتعلق ما دام اللبس شوي مو محتشم. أوكي هو مو محتشم بس يعني أنا ماشية بمبدأ أن كل مكان له لبسه المناسب. هو في شباب وايد بالبحر والبنت قاعدة، حلو؟ راح يجون يتحرشون فيها، راح يجون يسولفون معاها. من حق الشباب انهم يتحرشون بوحده لابسه بكيني؟ لا مو من حقهم، لا مو من حقهم، ما أشوف فيها مشكلة نهائيا. أنا شايفة أن الموضوع حرية شخصية، إذا ما أحد ما يبي يطالع أو يشوف هالشيء مثلا يروح أماكن ثانية. إحنا يعني ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا ما تسمح بالشيء هذا. ديننا الاسلامي ما يسمح بلبسك هذا، تدري؟ أوكي بس في فرق بين في رجال وبين مرة. البكيني حرام شرعا. حرام شرعا. ديننا بيقول لنا حرام. ولبسك؟ لبس انا مخالف للدين طبعا. هذا اللبس يعني أنا يعني مو شيء، يعني هذا الشباب شيء يلبسون يعني شيء. والبنات بيقولوا لك كذي يلبسون. الدين دولة إسلامية. الدين يمنع لبسك. صح. لبسك اللي انت لابسه يمنع الدين، صح؟ صح بس إنه فاذا بتحاسبهم من ناحيه الدين هم بيحاسبونك من ناحيه الدين. هم صح. حتى العادات والتقاليد، هذا اللبس اللي انت لابسه الحين صح توهقني تقريبا بس. اكلمك بواقع. أنثى عورة هذا. وانت عوره وين العورة؟ من فوق السر أوكي. لفوق الركبتين، هذه عوره. رب العالمين لما يحاسبنا راح يحاسبنا مره ورجال ولا راح لا يحاسبنا؟ أكيد راح يحاسبنا جميع. على فكره انا ما قاعد اتبنى رايهم ولا قاعد ادافع عنهم، بس انا كمذيع لازم ابين الطرفين اللي معه واللي ضد. يعني نفس ما الشباب مثلا يلبسون شورت، احنا مثلا نلبس شورت وبس ني تو هاف فن، يعني احنا نلعب وماني مثلا حتى نقعد وكذي، بس لا نلعب. في فنادق ما عندهم يدفعون مثل ما انتم عادي جايين شاطئ عام. والله ما أدري إيش أقول. إذا إحنا كلنا شباب فهذا عادي يعني. انت بالشاطئ كله يكون للشباب. مو أوكي كلنا شباب عادي، ترى أنا ما أشوف إن فيها شيء يعني هذا احد الحلول انه يكون شاطئ منعزل للشباب مو نزل شباب، هذا حل حلو أنا أشوفه. وشاطئ منعزل للبنات. للبنات. ترى في قانون يمنع هذا اللباس، تدري شنو؟ قانون مخالفة الآداب العامة. سمعت أنا. طب شفنا تطبيقه؟ لا.